السائلة تسأل تقول: أنا عروس جديدة وأستخدم الأظافر الصناعية، هل هذه الأظافر في هذه الفترة الأولى من زواجي تمنعني على الوضوء والصلاة بشكل صحيح؟ هل يمكنها أن تحافظ يعني لفترة محددة بما أنها عروس جديدة تقول لك على استخدامها للأظافر الصناعية؟ والله شوف، الأظافر هذه إذا كانت فيها جاذبية، إذا كانت فيها جمالية، إذا كان يرتضيها الزوج، إذا كانت تزيد في حسنها، ما هذه العلاقة؟ أولا نقولها إذا كان يترتب عليك غسل وناب عنه الطهارة الترابية اللي هي التيمم، سواء من وضوء ناقل للوضوء أو ناقل للغسل، فالتيمم يجوز يعني حتى وجود الأظافر. لكن إذا تعين عليك الغسل، الدوش أو الوضوء، فلا بد من نزعها، بل نزع حتى هذا يسموه طلاء الأظافر، هذا يتنحى. ما ينبغي أن تبقى الأصباغ اللي تمنع وصول الماء إلى البشرة، إذا كانت سميكة نوعا ما مجسمة. أما إذا كانت دهون لا بأس، مثل الزيت ولا الحناء ولا كذا. أما إذا كانت مجسمة تمنع وصول الماء إلى العضو المغسول إذا كان وضوءا، أو أي بقعة في البدن إذا كان غسلا، فالغسل باطل. وبالتالي لابد من هذا. إما إذا كان جاز لها أن تتيمم باعتبار أنها عروس في الليلة الأولى ولا الثانية، يجوز لها أن تتيمم أيا كان الذي عليها ولا على أصابعها ولا على أظافرها.